قبل ما اقول رايي في كلام كابتن عادل القيعي عن محمد فضل، عايز بس اقول حاجه او انوه عن حاجه. ان دايما كابتن عادل القيعي دايما هتلاقيه كده، يعني بيجي على الحته، انت فاهم، الحساسه ويدوس. بجد والله كلامه دايما بيلمس كده، انت فاهم. قالك كتير قوي ان كابتن حسام غالي مسيطر. كابتن حسام غالي اللي بيزعله في النادي الاهلي بيديله، ما بيرحمهوش. دايما مجلس الخطيب ماشي على هوا كابتن حسام غالي، وهو بقى اللي عمل مش عارف ايه في مين، هو اللي ماشي مش عارف ايه، وهو اللي ماشي موسيماني. كلام اتقال يعني. طيب إيه، اكيد الناس كلها عارفه الكلام ده، ان كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل صحاب قوي، انتيم قوي يعني. كابتن عادل القيعي بقى طلع على قناه الاهلي واداله من الخيار يا منقي، مش عارف بيقولوها ازاي. ادى الكابتن محمد فضل كلام في الصميم يا باشا، في الصميم. اداله من منقى خيار، بيقولوها كده. ظبطوا، وضحوا، كشفوا، عراه قدام الناس. قال له انت بتحاول تخلص طارك اللي انت مفكره ان هو طار مع النادي الاهلي، يعني بناء على تفكيرك انت، ان انت مفكر ان النادي الاهلي ظلمك، مع ان النادي الاهلي ما ظلمكش، انت اللي ظلم نفسك. فبالتالي بتحاول تخلص حقك اللي هو مش حق. بصراحة كلمتين في الجون بأمانة والله. كويس أوي، حاجة عظيمة أوي لما يبقى المسؤولين عندك فاهمين هما بيتعاملوا مع مين واللي بيحصل حواليهم. حاجة كويسة جدا يعني. النادي الأهلي يا رجالة في أمان.